النهارده جايلكوا بوصفة انا شفتها وعجبتني جدا وحسيتها سهلة وبسيطة قوي. هعمل معاكوا اجنحة الفراخ بطريقة جميلة. شايفين الجمال بتاعها عامل ازاي؟ ما شاء الله. تعالوا بقى هنشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. نبدأ مع بعض هنا بسم الله. اول حاجة هنا هجيب معايا اجنحة الفراخ، هغسلها كويس طبعا، وبعد كده هبتدي اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو هنا استخدم القطعة بس دي، لا انا هستخدم الجناح كله، يعني مفيش اي مشكلة. وهبتدي بقى اقطع الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا دون. واهو هنا الاجنحة بقى كانت جاهزة معايا اهو شكلها. هعمل بقى التتبيلة بتاعتها. هجيب معايا فصين توم، معلقة صلصة، معلقة هريسة فلفل احمر، ربع كوباية زبادي، نص عصرة ليمونة، ربع كوباية زيت، معايا معلقة خل. وبعدين بقى احط التوابل بتاعتنا: قرفة، جنزبيل، فلفل اسمر، بهارات فراخ، بابريكا. ودي كانت التوابل بتاعتنا. هحط بقى معلقة ونص ملح. معايا هنا بقى معلقة عسل اسود او معلقة عسل نحل، بس انا بفضل العسل الاسود لانه متاح عندنا في كل بيت. وعايزة اقول لكم ان العسل هنا بيخلي طعم الفراخ حلو قوي، وبيخلي لونها كمان خطير. هنا بقى خلاص التتبيلة معانا خلصت. هنزل بقى على الفراخ بتاعتنا كده بكل التتبيلة، وهبتدي اقلب كده، وبعد كده بقى احطها في التلاجة اقل حاجة 3 ساعات بس كده. وبعد كده بقى هنا بقت جاهزة معايا اهو. هجيب بقى معايا صينية وهحط فيها ورق زبدة، او هجيب الشبكة بتاعة الفرن وابتدي ارص بقى الفراخ بالشكل ده كده اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هنزل بباقي التتبيلة، هدخلها الفرن معايا على درجة حرارة 200 وارجع اوريها. بصوا ادي شكل الفراخ معانا بعد ما طلعت من الفرن. مش عايزه اقول لكم شكلها حلو قوي، ومش عايزه اقول لكم بصوا دايبه دوب. والله حقيقي تحفه. يعني جربي الطريقه دي مش هتندمي ابدا. يعني الناس اللي ما بتاكلش الاجنحه هتاكلها بعد الطريقه دي. تتبيله كان طعمها خطير، ريحتها حلوه قوي، وكمان سهله وبسيطه. بصوا دي كل الكميه معايا اهي بعد ما خلصت. بصوا دايبه قوي ازاي، بجد تحفه. اخدت معايا في الفرن نص ساعة بس، وطريقتها سهلة وسريعة جدا. بصوا شايفين الجمال، وطريقة خطيرة. جربوا الطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم.